الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكوني بخير. وحشتوني جدا طبعا زي ما انتوا عارفين. النهاردة اول فيديو لينا بنراجع في الحروف بإذن الله. اول فيديو لينا هنراجع في الحروف. هنقسم الفيديو سلسلة، كمان اعملوا كمان سلسلة ان شاء الله بإذن الله، سلسلة شرح الحروف. هنبتدي هناخد مثلا 4 حروف، 3 حروف، مش هنزود عن كده، 5 حروف بالكتير بإذن الله. وهعمل لكم على كل جزء هنحدده هنراجعه مع بعض، أسئلة طبعا كتير. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ده بجد بيشجعني جدا وبيشجع كل الناس اللي بتتابعني. يلا بينا نبتدي على طول في المراجعة بتاعتنا يا حلوين. هنبتدي أول حاجة هنراجع أول 4 حروف زي ما احنا شايفين كده. هنراجع أول 4 حروف يا حلوين. هنراجع حرف الالف والباء والتاء والثاء. اول حاجه هناخد الجزء مثلا اللي احنا هنراجعه، لازم نكتبه، لازم نعمله نسطره كده زي ما احنا شايفين كده، ونكتبه ماشي. معانا هنا ايه؟ حرف الالف وحرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء. هنقراهم كذا مره مع بعض عشان يثبتوا، وكمان هنكتبه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الف باء تاء ثاء، الف باء تاء ثاء. طبعا الام اللي مع ابنها مثلا في البيت، او انت اخوك الصغير ايا كان، هتمسكوا الاول 4 حروف، تقعد تقراهم مره واثنين وثلاثه معاه، وبعد كده تخليه يكتبهم، تخليه يملأ السطور دي كلها بالحروف المكتوبه دي. ماشي يا حلوين؟ ان شاء الله باذن الله كل الصفح اللي هتبقى موجوده النهارده في الفيديو دوت هصورها واعملها لكم ان شاء الله باذن الله PDF، واحطها لكم في وصف الفيديو عشان لو حد عايزها تلاقوها ان شاء الله في لينك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا كده راجعنا الحروف شفوي، قلناها كذا مره شفوي وكتبناها. نيجي بعد كده ايه؟ الفقره ايه؟ الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا اول سؤال بيقول لي اكتب الحرف التالي. هنعملهم بالشكل ده الاسئله يا حلوين. معانا حرف الالف. ايه اللي بعد حرف الالف؟ يلا عايزاكم تردوا عليا. ايه اللي بعد حرف الالف؟ حرف الالف. باء. شطار. ادي حرف الباء، طبق وتحتيه نقطة. طبعا اي حد عنده مشكلة في حرف يرجع لايه؟ سلسلة شرح الحروف. طيب معانا حرف الايه؟ حرف الباء. ايه الحرف اللي بعده؟ تاء. شطار. تاء. طيب حرف التاء. ايه الحرف اللي بعده؟ ثاء، اللي هو الطبق وفيه 3 نقط. تاني سؤال معانا بيقول لي ضع دائرة حول حرف الألف. هنحط دايرة حوالين حرف الألف. تعالوا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا صحصحوا معايا يا حلوين. معانا ألف باء ألف ألف جيم ألف باء ألف. طيب هو بيقول لي ضع دائرة حول حرف الألف. فين حرف الألف هنا؟ ادي حرف الألف، وادي حرف الألف. ده معانا 3 حرف الألف 3 مرات. بيقول لي ضع دائرة حول حرف الباء. تعالوا نقرأ. باء وسين وباء. طيب هنحط دايرة حول حرف الباء. معانا كام باء هنا؟ 2. ادي باء اهي وادي باء اهي. تالت سؤال بيقول لي ضع دائرة حول حرف التاء. فين التاء؟ ادي التاء معانا اهيت، سوري، وادي التاء معانا اهي. ماشي يا حلوين؟ معلش هو انا نسيت اكتب لكم في اول حاجه في الحروف ضع دائره حول حرف الالف، فانا عملتها هنا. ماشي ماشي يا حلوين. هنحط بيقول لي ضع دائره حول حرف الالف، بس هنا هنحط دايره حوالين حرف الالف في كلمه. يعني هنا حرف الألف موجود في كلمة، حرف الباء موجود في كلمة، حرف التاء موجود في كلمة، حرف الثاء موجود في كلمة. ماشي؟ حرف الألف هنا بيقول لي ضع دائرة حول حرف الألف. فين حرف الألف؟ هنا معانا كلمة أسد. يلا اقرأوا، هقرأها معاكم وانتوا ايه تشوفوا حرف الألف تحلوا معايا. يلا معانا أسد، معانا إبرة، معانا فأس. طيب كلمة أسد، فين حرف الألف في كلمة أسد؟ ادي حرف الألف في كلمة أسد. هنا ايه؟ الألف في أول الكلمة. طيب كلمة إبرة، إبرة فين حرف الألف؟ هنا ألف كسرة، ادي حرف الألف. كلمة فأس فين حرف الألف؟ ادي حرف الألف. طيب تمام جدا. تاني سؤال معانا بيقول لي ضع دائرة حول حرف الباء. هنحط دائرة حول حرف الباء. معنا كلمة بطريق، برج، باب. بطريق ادي معانا حرف الباء في أول الكلمة. كلمة برج معانا برضو حرف الباء في أول الكلمة. كلمة باب معانا ايه؟ حرفين باء في كلمة باب، أول كلمة وآخر الكلمة. طيب تالت حاجة معانا ضع دائرة حول حرف التاء. معانا كلمة توت فيها حرفين، تاء في أول الكلمة وتاء في آخر الكلمة. توت وتمر وبنت. تمر فين حرف التاء؟ ادي حرف التاء. كلمة بنت، كلمة بنت حرف التاء في آخر الكلمة.
طيب تالت حاجة معانا ضع دائرة حول حرف الثاء، نفس النمط، كل الأسئلة دي نفس النمط بس أنا بحلها لكم. كلمة ثور، كلمة ثلج، كلمة ثلث، لازم حرف الثاء نتكى ان احنا بنطلع لساننا اسفة، عشان هو من الحروف اللثوية. معنا كلمة ثور او ثور، حرف الثاء في اول كلمة. كلمة ثلج ادي حرف الثاء. طب كلمة ثلث معنا كم حرف ثاء؟ 2، ادي حرف الثاء في اول كلمة وفي اخر الكلمة. طيب معانا تمرين كمان بيقول لي اكمل الحروف، لازم التمرين ده مهم. وكمان ان شاء الله باذن الله يعني، واحنا لما ناخد التمرين دوت واحنا بنراجع في سلسله يعني في الفيديو التالي باذن الله هناخد من اول الحروف. احنا مش بناخد بس الجزء اللي احنا بنراجعه، لا احنا بنبتدي من الاول. معنا حرف الالف، حرف الباء، ماشي، باء يعني ده الطفل ده طبعا كل ده الطفل اللي هيحله، وانا هحط لكم ان شاء الله في وصف الفيديو. باء، تاء، نقطتين، معلش معذرة عشان دايرة صغيرة، ثاء، ثاء طبق فوقيه 3 نقط. يلا بينا كمان تمرين، اخر تمرين معانا وهو ايه؟ وصل حروف. هنوصل حروف، تعالوا بينا نقرأها. طبعا القراية مهمة جدا عشان ايه؟ احنا بنراجع. ماشي، الف، باء، تاء، ثاء، باء، الف. وهنا معانا ايه؟ الف، باء، تاء، ثاء. يلا بينا نوصل. هنوصل اللي هنا باللي هنا اللي شبهه هنا. طيب هنا معانا حرف الالف، فين حرف الالف هنا؟ يلا ادي حرف الالف اهو يا مس، وادي حرف الالف. طيب طب معانا حرف الباء، فين حرف الباء هنا؟ ادي حرف الباء. طيب في حرف الباء تاني؟ في حرف الباء تاني اهو. طيب حرف التاء، فين حرف التاء هنا؟ ادي حرف التاء. وحرف الثاء ادي حرف الثاء. وبكده نكون انتهينا من الفيديو، اول فيديو لينا من سلسله شرح الحروف. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعني جدا باذن الله، ومكمله معاكم سلسله شرح الحروف. وبعد كده ندخل على ان احنا ازاي ندي الاملا صح للطفل وكل حاجه باذن الله. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.